السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة، ولو أول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. النهاردة بقى يا كتاكيت مش هقولكوا هنعمل مع بعض ايه. النهاردة تعالوا شوفوا عملتي السوداء. عملتي السوداء جابت لكم حاجات مش هتتوقعوها. والله العظيم ثلاثة أنا رحت أجيب شوية الطلبات دول أنا صعقت. الأسعار فوق ما تتصور. أنا عارفة إن هي غالية بس مش بالبجاحة وقلة الأدب دي. الأسعار دي عايزة حد يسيطر عليها، يا إما أنا هروح هيسيطر عليها وعلى المنطقه كلها. بصوا شويه العلب اللي انتوا شايفينهم اللي انا بفتحهم دول بايديا، بسم الله ما شاء الله، ادوا سعر كده. دي حاجات جايباها عشان بعمل فيها كبات وبعمل حاجات كده ايه، كبات السعاده والحاجات دي هنشتغل مع بعضينا فيها وابقى اوريها لكم. ادوا سعر كده 80 جنيه. 80 جنيه ما لهمش اي 30 لازمه، يعني حاجه لا تذكر. وشويه الكوبايات اللي انتوا شايفينهم دول عملوا 80 جنيه. طبعا انا مش هقعد بقى اقول ايه سعر العلبه وبتاع ومش عارف ايه. انا هات لي حبه من دول على هات لي حبه من دول، وخدت اللي انا عايزاه والعدد اللي انا عايزاه، وبعد كده ايه، بكام دول، راح مدرب لي دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، وراح قايل لي على سعره. يعني بصراحه والله العظيم ربنا يكون في عوننا. ولما تيجي تعملي الحاجه وتغلي الاسعار يقول لك انت بتغلي ليه؟ طب ما هي الدنيا خربانه اهي. ده انا لو قلت لكم على الفاتوره، يعني خلينا مع بعضينا لحد الاخر عشان اقول لكم انا جايبه الفاتوره دي بكام. اقسم بجلال الله هتصعقوا. هتصعقوا. بصوا شويه علب صغيره ما لهمش اي 30 لازمه ولا الهوا. يعني كنا بنجيب العلب ديت بحاجات بكلام فاضي. دلوقتي بقت ليها قيمه، العلب البلاستيك بقت ليها قيمه يا جدعان. والله وعملتها البلاستيكات يا رجاله. عملوها البلاستيكات يا رجاله. اهو بصوا بوريكم ازاي بتتفتح وبتتقفل. وري يا اختي وري. وري وري. وري ده احنا هنشوف ايام فل ايام فل. يا خراشي. كان معايا زوجي الله يكرمه، وما انا مش هعرف اروح لوحدي. وكل لما اروح اجيب حاجه يقول لي يا نهار ابيض مش كفايه كده. اقول له لا اصلا انا لسه هجيب ده. مش كفايه كده. اقول له لا اصلا انا لسه هجيب ده. وبعدين في حاجات هو بقى مصعوق من تمنها، لان انا بصراحه ما بعرفش اروح الحتت البعيده دي لوحدي. بصوا شويه الكريس دول، يعني حاجه تحزن والله. بكام بقى؟ ب 25 جنيه. حبه كريس تمن. تمن كريس ب 25 جنيه. بصوا بقى انا بشخلل بالورقه اللي معايا دي عشان دي الفاتوره بقرا لكم منها. وادي الكونو ب 20 جنيه. الكونو دول شويه ملهمش اي 30 لازمه. اهو الجليز. شايفين الجليز؟ واحد بتاع دوت مانجا، وواحد فراوله. واحد فراولالي وواحد منجاوي. يعني ب 60 جنيه الكيلو، بسم الله ما شاء الله. انا جبت نص من هنا ونص من هنا، انا كان عندي بس انا قلت ايه عشان مشوار. بضرب مشوار ما يعلم بيها الا ربنا. رحت العتبه وقلت اجيب بقى ايه حاجتي بالمره واخلص. دي مربى الحليب. جبت منها ايه كيلو عشان ما فاضلش عندي غير نص كيلو. بكام بقى؟ ب100 جنيه بالصلاه على الرسول. 100 جنيه. قرب قرب وتعالى وشوف واتفرج. ب100 جنيه يا جدعان، ب100 جنيه. مين يقول هات؟ انا اقول هات. سومه سومه العبيطه راحت جابت كل ده وجت. يا نهار اسود على الاسعار. انا قربت السع، قربت اتجنن يا جدعان والله. بصوا. الجليز الشفاف الحاج جليز نص كيلو بكام؟ ب25 جنيه. حد قال هتزود؟ حد قال هات؟ اه. وادي محسن بونو. الحاج محسن بونو كنت جايباه ب100 قبل كده. 100 كنت بلطم، يعني ما كانش عاجبني. بقى ب120 جنيه. وري يا اختي وري. وري. شوية حاجات يعني مش عارفة والله العظيم الواحد هيروح فين ولا يجي منين. يلا الحمد لله. كوبايات الكب كيك بقى. دي كوبايات لوحدها ودي الغطيان لوحدها. عارفينها طبعا، يعني غنية عن التعريف. ايه. بصوا ومش اكليريك، يعني ده بلاستيك يعني عادي. حاجة حزينة كده على قد الايد. لا اكليريك ولا حاجة. دي الغطيان بتاعتها بقى اللي انا بفكها لكم دي. الاسعار بقت فوق الوصف. فوق الوصف والله العظيم. ربنا يعيننا والله والله ربنا يعيننا ويعين الناس كلها. اهو ده الغطا بتاعها. نعمل فيها كبات برضو صغيرة. يعني ايه، زي شبه الطواجن الزغنطوطة كده اللي هي ايه. انا والنبي جبت الطواجن ونسيت اوريها لكم، صدقوا بقى. الطواجن وكنت جايبة موس بتاع ده. موس شوكولاتة وفانيليا وفراولة. جبتهم ونسيت برضه اوريكم منهم اتنين اهم هتشوفوهم في الفيديو. وبرضه ايه، نسيت احط واحد منهم كان محطوط على الرخامه. الواد ابني لما حط الحاجه حطها على الرخامه التانية وما عرفتش اطلعها ولا عرفت اطلع الطواجن كمان. يلا مش مشكله.
كوبايات الكب كيك دي بقى ال50 واحده ب80 جنيه، لان هو قال لي ال25 ب40 جنيه، فانا عايزه شويه عشان انا بشتغل فيهم، وانتوا عارفين المشوار، العتبه دي مش فركه كعب يعني هروح كده خطوتين واجي، لا ده مشوار يعني محترم بصراحه، محترم محترم. واحد بيروحوا بيشتري دماغه. وبعدين بصراحه الاسعار بتبقى كل يوم بتزيد، فالواحد بيقول يجيب بالمره عشان هيلاقي تاني يوم ولا تالت يوم الاسعار فوق الوصف، يعني هي مش ناقصه العمليه. دي بقى اللي هي الازايز البلاستيك اللي هي زي اللي انتوا شايفينها في ايدي دي بقها صغنن، فانا جبت ايه واحده، بساله بكام، قال لي الواحده ب10 جنيه، يعني الاثنين، قال لي الاثنين ب20. قلت له طب هات، قلت اخدهم احط، لو هحط فيهم صوصات ولا احط فيهم حاجه اهم ينفعوا. دي اطباق بقى الفل اللي هي اللي مش عارفه بيقولوا عليها فوم ولا ايه، بس انا بقول عليها الفل. ده الطبق الصغير، الحبه دول عاملين 15، الكبير بقى دولت الحبه اللي تحته دول عاملين 30، يعني ب45 جنيه. بصوا بقى انا ماسكه لكم الورقه، لو لقيتوا شخلله في الفيديو ولا حاجه معلش استحملوني. اهو بصوا، جايبه بقى شويه حاجات يا خراشي. رحت جبت العتبه وجيت جبتها على ظهر جمل، اجرت جمل ورحت جايباه، قلت له والنبي يا اخويا تعالى وصلنا لحد بيتنا. اهو الشنطه دي تفرفق، بصوا بقول لكم اتمرمطت كاني بولول كاني بولول، بقول يا لهوي يا لهوي يا خراشي يا لهوي، بقول لكم اتقطعت طول ما انا ماشيه، عماله تشبك في حاجه وتشبك في حاجه وتشبك في حاجه، والله شكلي كان عر قوي وانا ماشيه في الشارع اهو بصوا الاطباق دي بقى السمرة اهي، الطبق الكبير ده ب4 جنيه، واللي اصغر منه شويه ب3 جنيه، والاصغر خالص المدور ده ب2 جنيه، يعني اكبر واحد ب4، يلي اللي ورا منه يلي اللي هو الصغير خالص المدور ب2 جنيه ده. اه شويه الكلام الفاضي دول عاملين 108 جنيه، يعني 108، يعني حاجات مش عارفه بصراحه، يعني انا مش عارفه اقول حاجه بصراحه، يعني انا عايزه اعمل زي سيمبا، انا بضحك في وش المخاطر، لا انا بضحك في وش الاسعار، عايزه اضحك في وش الاسعار لما اقول يا بس يمكن تنزل، يمكن لو ضحكت تنزل، اصل انا اعيط بقى ولا الطم ولا اعمل ايه مش عارفه بصراحه. شوفي بقى لما تعملي الطبق دوت وتيجي تحطي فيه القصه اللي بنحطها جواها وتطلعيه، شوفي بقى تطلعيه بكام، واللي يجي ياخده بقى يجي ياخده بكام. يعني بصراحه والله مش هنقول غير ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. انا بفتح لكم واحد بقى عشان ايه، يعني اوريكم بيتفتح ازاي ويتقفل، قال يعني انتوا مش عارفين، دقيقه انا قوي. اه بقول لكم ده كده وده كده، بوريكم المقاس بتاعه، مقاس كذا ومقاس كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. اه بصوا ده كمان هوريكم برضو بصوا بقى انا معرفتش اعمل الشريط ده جريه، يعني اعذروني استحملوني وامركم الى الله، معرفتش اجريه لاني لو جريته هيجري بسرعه، مش هلحق اقول لكم ده بكذا ولا ده بكذا، انا اصلا ماسكه ورقه اللي هي بتاعت الفاتوره وبقرا منها، لان انا مش هعرف بصراحه، مش هفتكر الحاجات جايباها كتير ومش هفتكر. يعني بصوا الواحد يعني إيه، زمان كنت اخد مثلا ايه 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه، انزل اجيب الحبه اللي انتوا شايفينهم دول. يوم ما الدنيا بقى ضربت وغليت وبتاع كنت بجيبها ب1000 جنيه، وفضلت ال1000 جنيه ديت اجيب كميات مهوله زي ما انتم ما شايفين كده، وال1000 جنيه اقول ايه ده انا نزلت ب1000 جنيه. شوفوا دلوقتي الاسعار، ده لو قلت لكم الفاتوره بكام ممكن ما تكملوش الفيديو، ممكن تقعوا من طولكم، فبلاش ايه اقول لكم اغمكم يا عيني اخر الفيديو. المسطره دي انا دخت عليها عشان اجيبها، دخت عليها عشان اجيبها، جميله 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 فوق الوصف، بقيس بيها ومتينه، تيجي تمسكيها كده تلاقيها حاجه محترمه ب65 جنيه. بس انا قلت له ايه يعني مشيها ب60 وبتاع ومش عارف ايه، قال لي طيب خلاص ماشي. وخدوا بالكم الحاجات دي مش من عند واحد بس، من عند 10,000 واحد، بخش المحل ده واطلع المحل ده واخش المحل ده، هو كان يوم صعب من اوله. ودي برضو ب65، دي اللي هي قطعه اللي بنشيل بيها الشوكولاته وبننضف، هبقى اعمل معاكم كده الشوكولاته على الرخام ان شاء الله في مره، واعمل لكم الاشكال كلها. توبر اهو، الف مبروك الله يبارك فيكي، الف مبروك كسبتي الاسعار، الف مبروك. ده التوبر قلناه خلاص. قطعت اللوتس دي بقى، بسكوت اللوتس وبسكوتات كتير بقى تقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه المستطيل دي بقى الاخت العلامه كان نفسي اجيبها، الفقيه العلامه اللي بيعلم على الترط،
يعني انا لما زوجي شافني وانا بجيبها قال لي يا سلام، يعني انت ما تعرفيش تقطعي التورته لازم يعني. قلت له اصل دي بتطلعها مظبوطه. قال لي طب ما انت بتطلعها مظبوطه، زادت حته قلت حته، ايه المشكله يعني؟ طب معلش ما جاتش على دي. دي علامه التورت دي بقى، اللي هي ايه، السيليكون اللي بنحط فيه الشوكولاته. وبعد ما نحطها نطلعها وبعد كده نسيحها على طاسه وبعد كده نلزق الاتنين في بعضيهم. ودي نفس القصه برضه، تحط فيها بقى كب كيك. دي قابله ان هي تخش الفرن، يعني نوعيتها نظيفه وغاليه، بس انا بصراحه ما بحبهاش. علامه التورت دي ب60. والسيليكون اللبن اللي انتوا شفتوها من شويه دي الزغنطوطه ب45. السيليكون الازرق برضو ب45، اللي هي اللي انتوا شفتوها دي. والسيليكون الارقام ديت اللي هي البني ب35. الترانسفير بقى الواحده ب4 جنيه. انا جبت بتاع 6 اللي انتوا شايفينهم دول. ودي اكياس السبوع بقى اللي بيبقى جواها 100 واحده. على فكره انا مش هجيبهم تاني. بقيت اشتغل، كان عندي قديم منهم بقيت اشتغل بيهم، مش حلوين. دي انا كنت بجيبها من عندنا من هنا ب25 جنيه. في فرق ما بينها وما بين الاكياس التانية، يعني 5 جنيه تبقى ب35، بتبقى كانت دي ب30 والتانية كانت لا دي كانت ب25 والتانية كانت ب30. دي جبتها من هناك ب20، فرق 5 جنيه عن عندي هنا. بس مش حلوة برضو، مش متينة. الواحد لو هيجيب بعد كده يجيب من التانية دي اللي هي الاكياس المحملة، احسن 1000 مرة. انا بستسهل دي بصراحة. بصوا الترانسفير ده بقى، الترانسفير دوت الواحدة منه ب4 جنيه. جبت بقى اللي هو اللي مش عارف اللي اسمها ايه، كندر دي ولا معرفش اسمها ايه. كل لما اروح اجيب شويه من دول، كل لما اروح اجيب 4 5 6. اروح اجيب مش عارف ايه سبونج بوب. عايزه ابقى اعمل معاكم سبونج بوب عشان كانت اتطلبت مني قبل كده وعايزه ابقى اعملها لكم. ودي فناجين قهوه. ودي المعالق. معالق بقى مش زي التانية، مش زي السيليكون، بس شكلها جميل جدا برضو. ما بتتعمل كده بتبقى حلوه. ده الشغل الشعبي بقى بتاع السوق. يعني الحاجات الترانسفير والحاجات دي، ده الشغل الشعبي اللي هو السوقي بقى، الحاجات اللي بتبقى متداوله في السوق. كيس اهو لعبه ب24 جنيه. كنا بنجيب الواحده زمان من بنص جنيه وبجنيه. ده بقى السيليكون اللي بيتحط فيه الدولسي. وعايزه ابقى اعمل معاكم الدولسي ان شاء الله، نكلينا عمر وعشنا. ده انا عشت انا بعد الاسعار دي، يعني بعد الفاتوره دي لو انا عشت وعرفت اقابلكم تاني ان شاء الله، نتقابل في فيديو اخر ان شاء الله لو عشت باذن الله. بص بيضحك يا حبيبي، اضحك يا بابا، اضحك. انت خاسس عليك حاجه؟ ما تزعلش ابدا، اضحك على طول يا روحي. بصوا يا خراشي، المولد بيضحك. بسم الله ما شاء الله. اولي بالدولسي بقى الواحده من دي ب25. جبت الاتنين ب50. شفتي الهنا اللي انا فيه؟ جبت من اللي تحت الحوض يا لينا. جبت من اللي تحت الحوض. دي بقى ورق الكب كيك اللي هو الملون. انا عندي هنا حبه لسه في البيت، بس كانوا يعني بدأوا يعني مش يلفظوا انفاسهم الاخيره. فانا قلت بما اني رحت يبقى بالمره بقى بصراحه، عشان ما انزلش تاني. انا ما بحبش انزل المشوار العتبه ده كل يوم والتاني، انا بنزله مره وخلصت. في حاجات بقى ممكن اجيبها من هنا بتبقى اسعارها يعني معتدله. بص هي دي كانت فوق وانا بقول لكم ايه، انا ضغطتها، يعني دي كانت ماليه الكيس كلها، رحت انا ماسكاها كده ضغطاها زي مره ما مضغوطه كده بالاسعار دي. دي سباتيولا انا جبتها عشان ايه، اسال يقول لي يعني انت ما عندكش سباتيولا، بس عجبتني قوي بصراحه ب55 دي. ورق الكب كيك نسيت اقول لكم عليه ب25. ده ورق الاسترتش رول ب30 جنيه. كنت جايباه عشان خاطر بلف بيه يعني في حاجات بتطلع اهو في الطبق اللي هو الفل دون او الفايبر ده، يعني بنقفله بيه كده، بنقفل عليه. وبينفعني برضو في المطبخ بصراحه عشان ما بقاش يعني ده حقيقه، يعني ما بقاش واحد اوفر. هو ده مش للشغل بره وبس، لينا. بصوا بقى العروستين الجمال دول يا خراشي اهم. دول اللي هم البت اسمها ايه، إلسا واختها بتاعت التلج فروزن. انا بنتي بتحبها قوي، كل ما اشوفها اقول لها البت غلسه اهي. تقول لي ما اسمهاش غلسه يا ماما، اسمها إلسا. قلت لها ايوه غلسه واختها اهي. دي إلسا واختها اللي هي الفروزن دي اللي هي اللي شعرها ابيض دي. طلعيها يا حاجه، طلعيها خلينا نشوفها. اهي فروزن اهي. العروسه الواحده ب20. جبت الاتنين ب40. شوفوا لعبه عليا النعمه. كنت بجيب عروسه باربي كانت اكبر من كده، كنت بجيبها ب15 جنيه. حتى العرايس انقرضت، بقت عامله زي العيال الاطفال اللي بشوفها في الشارع. العيال بتبقى ماشيه في الشارع، الاقي اقزام ماشيه في الشارع. عندها كام سنه دي؟ تقول لي عندها 3 سنين. يا نهار اسوح، دي 3 سنين؟ ده قلت لها ده البت تتعمل ميداليه وتتحط في جيبي، امها تقعد تضحك وتموت على روحها من ضحك. قلت لها يا مدام مش للدرجه دي.
قلت لها والله العظيم ايه العيال دي؟ ده انت لما بتقولي 3 سنين صدمتيني، ده انا فكرتها سنه ونص. قالت لي لا لا، ده 3 سنين، ده كده طولها حلو كمان، امال لو تشوف اختها. قلت لها كمان؟ انا قلت خلاص ده كده حلو قوي، لاختها تطلع عود كبريت، هي العمليه مش ناقصه اصلا. اه بصوا، بشيل بقى بشيل القتله، بشيل القتله. يا خراشي، يا خراشي على اسعار. اه شيلي شيلي يا حاجه. بصوا بقى. عفوا. انا بفرح قوي بالحاجات دي، مش عارفه، عامله زي الاطفال. يعني مثلا تقولوا لي ايه، تخرجي كده مثلا، تجيبي لك طقم، تجيبي لك فستان، تجيبي لك حاجه، ولا تجيبي الحاجات دي؟ اقول لكم لا، اجيب الحاجات دي. طب يا بنتي انت مجنونه؟ ما اصل انا الهدوم عندي بسم الله ما شاء الله كتير، وما يعني انا خروجي مش كتير، وانا ما بحبش اخرج اصلا. فتقولي لي تجيبي الحاجات دي ولا تجيبي هدوم ولا تخرجي ولا اقول لك لا، اجيب الحاجات دي وما اخرجش وما اروحش في اي حته. اهو بصوا بقى، جبت القواعد بتاعه التورته. الكيلو هناك ب30، عندنا هنا الكيلو في منطقة اللي أنا قاعدة فيها ب35. جبت من كل حاجة كيلو. بس على فكرة بقى، مش عايزاكم تجيبوا بقى من الفضي، أنا جبته تكملة ميزان، لأن لما كنت بجيب كانت خلصت، فبكملت بيهم وخلاص. كنت بجيب اللي هم اللي أهو بصوا، بتاخديهم بالكيلو بقى، مش بتاخديهم بالواحدة هتبقي تخسري كتير جدا، إنما بالكيلو أحسن لك. والذهبي ده روعه روعه روعه. دورت انا بقى على المشرشر والمربع، قال لي ما عنديش. رحت عند واحد غيره قال لي ما عنديش. الصراحه رجلي وجعتني، قلت اروح كفايه كده، وبعد كده ربنا يسهلها. لو عندنا في اي مكان كده بقى اجيب المربع، واللي هو المشرشر ده مش مشكله. هي كده كده البتاعه دي بعد التورته ما بتتاكل هي بتترمي في الزباله، لا هتفرق مشرشره ولا مش مشرشره. اهي بصي العيب اللي فيها بقى، مقشره ازاي. الفضي مش حلوه، الذهبي روعه. انا حتى بقول لك بصي دي اجمل من دي. اهي بصي فيها عيوب، ما تجيبيهاش، بقول لك ما تجيبيهاش. شطوره يا سمسم، عرفيهم كده. اهو بصي، اهو دي متينه وحلوه وما بتقشرش. دي لا، اللي هناك دي حزينه حزينه، جيبوهاش دي خالص، تجيبوا الذهبي. اه وجبت اللي هو الورق اللي هي بتاعت البسكوت دي، اسمها ايه اللي بنحط فيها بسكوت وبسبوسه. اي برضو بحط فيها التورته القاعده، بس خفيفه، مش اللي هي الجامده، مش قوي يعني. اه هجيب بقى الكيس التاني، الاسود ده. بصوا بقى الاسود ده قنبله لو شفتوه. اهو بصوا بقول لكم بوم، هعمل معاكم قنبله دلوقتي. بس مش ده الاول بقى، هنشوف القواعد اللي تحت وبعدين نبقى نشوف ده. اهو ده بقى احلى ما في الموضوع وعاجبني، رغم ان هو غالي بس عاجبني. اهو بصوا دي القواعد بقى. جايبه قواعد انا 40 في 60، وجايبه 40 في 40، وجايبه 35 في 35، وجايبه 30 في 40. قصه كده بقى. اهو بص الكبيره دي هي اللي 60 في 40. اهو بصوا قد ايه تاخد لها، بسم الله ما شاء الله. صاجين من ده صاجين ده بتاع تلاتة من هنا وتلاتة من هنا. اهو وديت 40 في 40، ودي 35 في 35، ودي 30 في 40. وجايبه برضو الكراتين بتاعتهم. وجبت كام كرتونه كده برضو، كنت هشيل بس قلت الكراتين سعرها هناك مقارب لعندنا. فانا قلت بدل ما اشيل من هناك، هي مش ناقصه مرمطه. ده انا بقيت ماشيه شايله الشنط، عامله زي ما اكون دخلت عملت سطيت على محل. قلت لا، كفايه دولت، العمليه مش ناقصه. حلوين قوي، بارك الله فيما رزق. طالما سعرهم مقارب للي عندنا خلاص نبقى نجيب من هنا. بصوا البتوع دول القواعد دي حلوه، بس ما بتعجبنيش في حاجه. البتاع اللي فوق دي بتبقى بتعوم، فانا بحط لها لزقه تبقى ذهبي كده، تلزق، بتبقى جميله. تشتغلي عليها ما تبهدلش الدنيا، بس بما انها طالعه فخلاص تطلع مش مشكله. جبتها بقى 40 في 40 دي جبتها ب12، وال30 في 40 جبتها ب10، وال40 في 60 ب14، وال35 في 35 جبتها ب6 جنيه. بصوا بقى، بصوا بقى القنبله بقى. اه بصوا، ده بوم. ايه ده بقى؟ هتقولي يا بنتي انت مجنونه، انت هتقفي على الرصيف وتقعدي تبيعي؟ هقول لكم لا. انا بقى اشتريت دماغي، لاني انا لما بجيب من هنا، اعوذ بالله من كلمه، انا بجيب بالكيلو بيزهقوني وما بيقعدوش معايا وبيخلصوا. وبعدين السعر بتاعهم هنا غالي، بجيبه من هنا غالي. هناك السعر ارحم شويه من هنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، تتوقعوا دول كام كيلو بقى؟ يعني فزوره اهي، اللي هتجاوب ليها زغروطه كبيره مني.
وانتوا بقى ما سمعتوش زغروتي قبل كده، لازم اسمعها لكم. جدعان قولوا لي بقى كام كيلو؟ 10 كيلو بالصلاة على الرسول. 10 كيلو دول انضف ورق هناك. ده مستورد بقى يا جماعة، ده مستورد ونضيف ومفيش نقط سودا وملوش ريحة. اهم حاجة ملوش تشميه، ملوش ريحة. اتحوجنا ان احنا نجيب ورق الحواوشي. كنت بجيب ورق الزبدة علي النعمة، دلوقتي بجيب ورق الحواوشي. يا خراشي، انا خايفة اروح اجيب ورق كزبرة، اجيب ورق نعناع، نوصل لاقل من كده كمان. دولت بقى 10 كيلو عاملين كام بقى يا كتاكيتو بني؟ عاملين 400 جنيه. بوم. ايه ده 400 جنيه؟ عاملين 400 جنيه. بصوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله، انا بشيلهم مش قادره اشيلهم. بصوا عاملين ازاي، يعني عايزه اعدلهم عشان بس ايه اوريكم كذا، يعني تقال بسم الله ما شاء الله وكتار، تشتغلي منهم براحتك بقى. اهو بصي ورقته نضيفه، بصي بوريها لك ازاي. الورقه نضيفه جدا جدا فوق الوصف. بقول لك ايه يا لوزه، انت وهي عليا النعمه، اللي ما هتعمل لايك هي حره، كفايه المصاريف اللي انا دفعتها دي. لايك وشير وسبسكرايب ده انا مش عارفه انطقها كمان، وسبسكرايب. وبعد ما تخلصي السبسكرايب تقومي رنالي حته زغروطه كده. اهم حاجه الزغروطه ترني كده عشان انبسط، مش انبسط، لا عشان انبسط، عشان انبسط بالفلوس اللي انا صرفتها دي. يعني ربنا يرزقنا بقى ويخلفنا خيرا منها زي ما بيقولوا. ده الكيلو بتاعها نضيف جدا، لما تحسبي الكيلو بتاعها هيقف ب40 جنيه. هنا هتجيبيه اغلى، يعني انا من عندي، انا من منطقتي هجيبه اغلى، انما هناك الكيلو هيقف ب40 جنيه. حلو قوي قوي قوي. ده بقى الواحد يجيبه ويرميه من دماغه، يقعد فتره كده بقى ما يفكرش ان هو ايه ينزل يجيبه تاني. حبه حلوين، الواحد يعمل منهم كراريس للعيال يقعدوا يذاكروا فيها. يستغلهم. ما احنا مش عايزين نسيب حاجه من غير ما نستغلها. بصوا بقى الورق بتشخلل عشان انا ايه ماسكاها. الحاجه فاتوره، الحاجه فاتوره دي انا هطبعها وامشي بيها كده، ايه احطها كده زي الجرافته. عارفين الجرافته بتاعت محمد صبحي؟ اهي دي الجرافته، احطها فيها. افضل بقى طول ما انا ماشيه لهم بصوا المشتريات بتاعتي، بصوا المشتريات بتاعتي. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعلها بقى بالايه زي ما بيقولوا بالشفا، كاننا بناخد دواء مر. ربنا يجعلها بالشفا. انا كل لما اخش محل واشوف الاسعار اقعد اضحك. جوزي يقول لي بنتي انت اتجننتي؟ قلت له ايوه، ما هو انا بصراحه قربت اتجنن. ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ قال لي هنعمل ايه طيب، ما هو على الكل مش عليكي لوحدك. نشا. جبت نشا عشان الشغل، جايبه كيلو ونص. كيلو ونص نشا ب30 جنيه. كيلو ونص نشا بس نضيف يعني حلو بصراحه. بعرفكم ان هو النص، يعني بقطع كده في ايدي عشان اعرفكم ان ده النص. وده مستر كاكاو. 2 كاكاو، كيلو نص ونص. دوت بقى اللي هو الايه الموس، موس فانيليا وموس فراوله. وكان في موس شوكولاته طالع مع البتاع دوت، مع الكاكاو. وانا عماله اقول ايه يا رب، ايه هو الكاكاو ماله عامل كده ليه، باهت ليه كده. لما الذاكره رجعت افتكرت ان دوت يعني انا واقفه عماله ابص الحاجه تقول يا رب الكاكاو ده باهت كده ليه، ده مش شوكولاته، ما كانش كاكاو. بصوا بقى حمص سمسم، من كل حاجه. السمسم ده جبت الكيلو ب150، والحمص جبت كيلو حمص ب75، وجبت جوزة هند 3 كيلو، الكيلو ب80 جنيه، يعني 240 جنيه بالصلاة على النبي. والفول السوداني هنطلعه دلوقتي لسيادتكم اهوت ونوريه لكم. ايوه زقي كده، زق ده، انت لو معاك عصا اضربيهم. وقفوا طابور، اقفوا زيو، وقفوا طابور. ادي السوداني 3 كيلو سوداني برضو ب80 جنيه، ادي كده 240 جنيه. وادي الحاج الزبيب، زبيب تركي ده يا جماعه، جيبوا يا جماعه الزبيب الغامق روعه روعه روعه، وفيه فوائد كتير جدا. بصوا الكيس اللي طالع ده، فضلت انا ماسكاه كده اقول ايه هو ماله عامل كده ليه، فين وفين لما الذاكره رجعت وافتكرت ان دوت الموس بتاع الشوكولاته. بصوا جميل الزبيب ده يا جماعه، لما تجيبوا ما تجيبوش الفاتح، الغامق فيه الفوائد الاكتر. ده شويه بتاع ده موس بتاع ده الفراوله، عشان في 2 موس جوه، واحد فراوله وواحد فانيليا، والتاني شيكليكليطه يا عم مدبولي، شيكليكليطه. هو ده. قولي لي ليكي نفسي تهزري بدل ما تلطمي.
ده جيلاتين يا رب، ده جيلاتين باين، والنبي باينه جيلاتين. ما علينا، الواحد خلاص المخ ساح. ابرصص لكم الحاجه بقى اللي انا جبتها عشان تبقوا عارفين انا جبت ايه. اهو ده الحمص. ما قلتليش بقى جبت الحمص وجبت الحاجه دي ليه؟ عشان كل سنه وانتوا طيبين، مولد النبوي الشريف، هنعمل بقى الحمصيه والسمسميه ونعمل حاجه مولد النبي بقى. يعني نجيب الاسعار دي كلها وما ما نعملش حاجه مولد النبي ده؟ ينفع يعني؟ يعدي كده علينا؟ ما ينفعش. اهو بصوا بعد لكم الحاجه كمان اهي. اهو ايوه 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 ايوه. خلاص لسعت، خلاص بقيت بتكلم بالاشاره. بتكلم بالاشاره لسعت. على فكره الفيديو ده احنا هنعمله كوميدي، هنعملها ايه، بانوراما كوميدي، هنعملها سوبا كوميدي، في سوبا شو نعمل بقى سوبا كوميدي. يا الله، ربنا يرحمنا والله، والله ربنا يرحمنا. الواحد كان ينزل ب1000 جنيه، يقول لك ده انا نزلت ب1000 جنيه، ويجي بقى كده نافش ريشه. 1000 جنيه دي تنزلي بيها ما تجيبلكيش شكارة اللي هي الريتش المتحدة، ولا الهوا، ولا تجيبلك شكارة ريتش المتحدة. انا كنت بقول ايه، اسافر الامارات ولا جدة، اروح اجيب الحاجات دي وارجع ارخص، واجر لي جمل بالساعة، اخد الحاجات دي توصلني لحد البيت، ويبقى مثلا مش لاقيه له اكل، اكله نص الحاجة اللي انا جايباها، ويبقى كده وكفى الله المؤمنين شر القتال. اهو بصوا ده الموز بتاع الشوكولاته، جالي حول عمال اقول يا ربي هو ليه الكاكاو فاتح كده، هو الكاكاو ده انا جبته غلط، وناسي ان ده مش شوكولاته. من الاسعار، الواحد من الاسعار بصراحه دماغه خلاص باظت. شيلي شيلي يا ماما، شيلي يا حبيبتي، شيلي يا حياتي. اه بصوا بقى القنبله. قولي لسه في قنابل تاني؟ امال ايه، امال ايه، ده احنا لازم نفجر المنشأة، المنشأة دي لازم تتفجر، طالما جبنا الاسعار دي لازم نفجرها. اه ده بصوا جبت 5 كيلو دقيق، مش بخمس في وشكم لا سمح الله، وحياتي الاخوه اللي ما بينا هي 5 فعلا، دي 5 ودي 5 ودي 5، جبتهم كده على بعض. باخدهم انا بقى ايه، انخل بالمنخل اللي انتوا عارفينه، عشان اصلا ايه بحربط كتير، عيالي برضو يعني بغض النظر عن الشغل في حربطه عندي في البيت كتير، لازم كده يبقى في حاجات اساسيه عندي في البيت. والمدارس كمان لما بتيجي لازم بقى يا ماما اعملي لنا الحاجات اللي بتاعه المدارس الصبح، لازم اعملها، معجنات دي ما بتتقطعش، لازم اعملها لهم، عشان بصراحه ما بحبهمش يشتروا حاجه من بره. اه تعالي بقى يا حلوه، دخت عليها لفيت، عارفين يعني ايه لفيت؟ عشان اللي يقول لك خدي هايبر، خدي المضرب، ابص بقول لكم ايه، لفيت، ابص صباعي يا نهار اسوح، لفيت دخت، تنيتنا اروح هنا المحل ده ما فيش، لا في هايبر، ده جميله هايبر، خدي يا مدام هايبر، ده احنا ناقصين هايبره يا عم، ده احنا متهايبرين خلقه، ده الواحد اصلا ماشي بقوه الدفع اصلا. خدي هايبر، ده هايبر دي برضه المتحده، طب ما انا عارفه، والمضرب قلت له ما انا عارفه، لا انا عايزه ريتش، لا ما عنديش للاسف ريتش، اروح لغيره، اروح لواحد تاني، ده في المضرب جميل وفي هايبر وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، طيب ماشي متشكرين برضه لا. فيعني بصي لازم يفرض عليكي حاجه عشان عايز يبيع وخلاص، طب ما انا مشتريه من عندك جثث اهي، في ايه؟ على راي الواد ابني كان لسه صغير كنت بعمل لهم الدوناتس، يقول لي يا ماما مش هتعملي لنا جثث، قلت له هي ناقصه جثث يا حبيبي، هي ناقصه جثث يا بابا، كفايه اللي احنا فيه. فده يقول لك لا حلوه خديها، دي جميله، لا انا عايزه ريتش، دخت عشان اجيب ريتش. وعلى فكره مش كل حد يعني في المحل هناك مش كتير جايبين ريتش، الكل جايب الهايبر، المضرب، دريم، مش عارف ايه الحاجات دي، لكن مش كله جايب مش كله جايب هايبر. بصي بقى يا بطه، الفاتوره دي تخيلوا عامله كام؟ 5898 جنيه. قولوا لي يا لهوي، صوتوا بقى معايا والنبي عايزه اسمع صوتكم معايا. 5898 جنيه يعني قربت على 6000 جنيه. حد يتوقع؟ يا نهار اسوح يا جدعان، يا نهار اسوح، ده انا سوحت النهار خليته متسوح، سواح وانا ماشي لبلاد الله سواح. يعني اروح كنت اجيب القصه دي كلها ب1000 جنيه، واجي اقول انا جبت ب1000 جنيه اهو. بقول لكم بصوا خلصت شطبت وانا ماشيه، جبت كل حاجه ده شطبت، بقى قدامي بقى فتره كده ربنا يكرمنا بقى بشغل نعوض القصه دي، نيجي بقى نرصص كل القتله دول. اوعي يا لوزه تنسي اللايك، عايزه لايك على الفيديو ده كتير، ها عايزه لايك، عايزه لايك عشان يعني انا عايزه بتمن الحاجه دي لايك،
عايزه 5000 لايك 898. لو جبتولي 5000 لايك 897 هلطم. انا عايزاها لا 5898 لايك. هو كده عشان الواحد ايه ده نفسيا يعرف يرتاح شويه. يا الله، ده انت اقعدي كده راجعي من ورايا. يعني انت ممكن تجيبي الفيديو كده تراجعي الحاجات اللي انا قلتها دي وتكتبيها بالورقه والقلم اهو. يعني فوق الوصف اديني رصصتها لكم اهي. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني كل ده ان شاء الله لو كان لينا عمر وكنا من اهل الدنيا هنشتغل مع بعضينا ان شاء الله تعالى. ادعوا لنا بس ربنا يكرمنا ونعرف نقف. لحسن انا بعد المشوار ده جايه رجليا مقتوله، لفيت ياما. كل الحاجه اهي اللي وصلت هنا حد هنا يا لوزه. اوعي تنسي يا لوزه، اوعي تنسوا يا كتاكيتو اللايك والشير والسبسكرايب، الجرس. ها اوعي تنسوا الجرس، ترنوا لي على الجرس لحسن انا ايه ازعل منكم وانتم ما يهونش عليكم زعلي. كفايه كفايه الاسعار اللي زعلتني. يعني ربنا يجعلها بالفايده ان شاء الله. انا بيتهيألي ده يعني مشتريات اكبر مشتريات في اليوتيوب. انا ما شفتش حد اشترى المشتريات دي بصراحه. انا حاسه ان انا كان حد ضربني على دماغي ولا حاجه، ولا ساحب الرخص بتاعتي مش مخليني عارفه امشي. مش عارفه، في حاجه مش مظبوطه. ايه اللي خلاني عملت العمله السوداء دي انا مش عارفه. ما انا بصراحه بروح مشوار اخبر، فقلت اوفر على نفسي المشوار دوت واجيب حاجتي. ما بقدرش انزل كل يوم يا جماعه، ما بقدرش والله. انا اولا بكره الخروج والزحمه. يا خرابي يا خرابي على الزحمه، وده يزق وده مش عارف إيه. طب معلش، واللي يخبطك واللي يعملك موت موت. لا الواحد يجيب حاجته مره واحده وخلاص، وربنا بقى يرزقنا من عنده. ادعوا لنا بقى، تنسوش بقى تدعوا لنا، وما تنسوش اللايك. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.